السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل لكم طريقة جديدة، طريقة عمل وراك. آه، الوراك بالبطاطس صوابع. عندنا بصلتين هنزل بيهم في الكبة بتاعتنا، وهحط قرنين فلفل كده وهضربهم كلهم في الكبة لحد ما تتفرم ناعم جدا. التتبيلة دي يا جماعة مختلفة تماما عن التتبيلات اللي انتوا عارفينها. بتبقى طعمها جميل جدا وليها رائحة جميلة ونفاذة. وفي نفس الوقت دي انا الوراك دي لو حابة ان انتي تتبليها قبلها بيوم، لو حابة قبلها بساعة بساعتين، انا شخصيا بحب اتبلها قبلها بيوم عشان تكتسب من الطعم الجميل بتاعنا ده. هبتدي اضرب المكونات دي كلها في الكبة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. حط بقى طماطميتين كده مع التتبيلة. انا كان عندي 5 وراك، تقريبا كده كيلو وربع من الوراك. هنزل بالتتبيلة بتاعتنا الجميلة، وبعد كده هنزل في الطبق بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. البهارات بتاعتنا عبارة عن زعتر، معلقة من الزعتر، معلقة من الفلفل الأسود، معلقة من روزماري، معلقة من الملح. حطي بقى دبس الرمان، معلقة من دبس الرمان، معلقة كده، ممكن معلقة ونص زي ما انتي حابة. بس هو عشان البصل كان كتير شوية فابتدينا ان احنا نزود في دبس الرمان. ودي بهارات فراخ، حطيها برضه على التتبيلة الجميلة بتاعتنا دي. بعد كده هبتدي اقلب المكونات دي كلها مع بعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، الشكل اللي انتوا شايفينه ده. في الفترة دي انا كنت غاسلة الفراخ ونقعاها طبعا بالليمون وبالملح وبالدقيق. بعد كده بقى هحشي الورك بين الجلد وبين اللحم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني هحط التتبيلة بتاعتي بين الجلد وبين اللحم عشان تكتسب من الطعم الجميل بتاعنا بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده. هحط طبعا التتبيلة دي عشان هي بتدي الطعم الجميل بتاعنا. وهبتدي ان انا الف الورك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان مفيش حاجة تخرج بره الورك. وابتدي ارصص في الصينية بتاعتنا. وادي ورك كمان، انا كنت عاملة 5 وراك. هبتدي احط برضو بين الجلد وبين اللحم عشان يدي الطعم الجميل بتاعنا، والحشوة بتاعتنا تبقى ايه متغطية بين الجلد واللحم. والافضل لو حطيتيها على رف التلاجة قبلها بيوم. انا بعمل كده شخصيا عشان الطعم بيبقى اجمل بكتير لان بيكتسب من التتبيلة بتاعتنا. ما انا خلصت الكمية بتاعتنا، البصل اللي هيتبقى هبتدي احطه فوق الوراك بتاعتنا بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بقى التتبيلة هنعملها بالشكل ده وهنسيبها في التلاجة لتاني يوم. دي بعد ما انا طلعتها من التلاجة. عندي 4 بطاطسيات كده بقطعهم صوابع بس تكون تخينة، ما تعملهاش رفيعة عشان احنا عارفين عشان ياخدوا السوا من بعض ويكتسبوا الطعم من بعض بالشكل ده زي ما انتوا شايفين بنفس الطريقة بالظبط. بعد كده هبتدي ان انا احطها على البوتاجاز تستوي. بعد ما احط عليها طماطم كنت مقطعاها وقرنين كده فلفل باردين، عايزة تحطي حامي حطي، ومعلقة من السمنة. الوراك بتنزل الدهون بتاعتها، بس حطي معلقة سمنة صغيرة كده وحطيها على البوتاجاز من فوق نص ساعة. وحطي بقى شوية فلفل اسود، حطي بقى الملح بتاعك، وبعدين حطيها في فرن البوتاجاز بعد ما بتستوي من فوق. وده الشكل النهائي بتاعها. الشكل النهائي بتاعها بعد ما انا حطيتها في الفرن طالعة مقرمشة كده وجميلة وانتوا شايفين المنظر غاية في الجمال ومستوية من جوه. وكنت عاملة جنبها شوية رز بسمتي، وده الشكل بتاعها. والرز البسمتي جنبها برضو بيبقى جميل قوي. وده الطبق والشكل النهائي بتاع الرز البسمتي اللي عملناه والوراك بالبطاطس بتاعتنا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك لقناة أكل حلو.